الاخضر كان واقعي. الطرد اثر فيهم، لو الاخضر لعب بكامل العدد كان ممكن يزعج دفاع الاهلي اكثر، ولكن برافو للمدرب الجزائري اللي لعب بواقعيه وعرف يحد من خطوره فريق الاهلي. اليوم في اول اختبار مع اختبار حقيقي، يعني علاش نقول لك اليوم باش ما نقلصوش حق النادي الاخضر. راهو النادي الاخضر يلعب بواقعيه جدا، لما تتكلم عن 4-5-1 يعرف شنو يبي من المباراه. نعرف قوه الاهلي هنا في المساحه، اليوم قبل سكر المساحه سواء كانت على الاتحاد او كانت على طرابلس. يعني بندريس مش من فراغ انه يلعب بالتشكيله هذه. اليوم نشاهد في ثاني مباراه على التوالي وخروج اريبابل بالحمراء، انما ما عندهاش دور في السداسي، وخاصه لما كان متمركز في الجهه اليسرى. هذه تبين لك ان بندريس ومع عمليه توظيف للاعبين، قوه بندريس انه يعرف في قراءاته للانديه اللي يلعب ضدها، يعرف القراءات ويعرف كيف يوظف لاعبين ويعرف كيف يقلل من خطوره الفريق المنافس. وهذا اللي نعطيه اليوم بدرجه كبيره انه بامتياز لثاني جوله على التوالي بندريس يعرف كيف يتعامل مع المباريات هذه. كانت 4 نقاط. بصراحة نتكلموا على الحسام البدري وتكلمنا على فتح جبال، ولكن الجزائري هذا بصراحة يستحق الإشادة. مبارتين مع الثنائي الكبير خدي 4 نقاط. اليوم في مباراة فريق لعب ب10 ما شعرناش بالنقص العددي الأخضر. فريق قاتل من الدقيقة الأولى للدقيقة 90. الأهلي باستثناء كورة واثنين في مجمل المباراة ما وصلش لمرمى معاذ المنصوري. فيحسب لي بصراحة تحضيره للمباراة، التعامل مع المباراة وانتشار اللاعبين والروح القتالية اللي بثها، ووضعية المباراة اللي تلعب ب10 قرابة 35 دقيقة أمام الأهلي، والأهلي ما حصلش ولا فرصة. فهنا بصراحة في المقابل تكلمنا على فترة المباراة السيئة لفريق الأهلي والفترة الفراغ للاعبين، لكن أيضا الإشادة للثبات والقتالية من جانب الفريق الاخضر اللي نشوف فيه الاخضر انتزع نقطه عن جداره واستحقاق. نقطه ثمينه بس اكثر زاد مسؤوليه اكثر. انا تكلمنا عن المدرب الجزائري فتره بسيطه جعل من فريق الاخضر فريق منظم، فريق قاتل داخل الملعب، وهذه الروح الجزائريه بثها في فريق الاخضر، وهذا شيء كويس. في حاله غادر المدرب نتاع المنتخب، هل هناك من المدربين الان في السداسي ممكن يصلح لتدريب المنتخب مثلا زي ما اشدتوا بالمدرب الجزائري هذا مثلا؟ ولا على الاقل يعني عرف الكره الليبيه وعرف اللاعبين وعاش نجيب واحد ثاني ما في الاونه الاخيره هم من الافضل اللعب الواقعيه. نعرف التغييرات اللي قام بها زوران على نادي الهلال وبندريس على النادي الاخضر، وكيف زي ما قال لك محمد قدر ياخذ 4 نقاط من كبار القوم في هذا السداسي، مش لازم نذكرهم. لكن بالدرجه الاولى اليوم انا نبي حاجه بس ننوع عليها، هي في حمره السواحلي اللي هي حمره اللاعب السوداني. طبعا هو بعد رجوعه للفار اللي هو كان هو اخر لاعب في هلبا، يعني شككوا في موضوع انه كيف انه هو كان اخر لاعب او مدى المسافه اللي بينه وبين المدافع الثاني اللي كان يتبع من الجهه الثانيه. خاصه نعرف انه احنا الحمره لما تكون اخر لاعب اخر مدافع وتكون هجمه واعده شبه انفراد كامل، يعني كيف الحاكم الاول اعطيه صفره وبعدين رجع للفار انه قالوا له تعالى على قاسه حسب المساحه او حسب المسافه بينه وبين الحاكم بين الحارس او بينه وبين اخر لاعب اللي كان مع يجري مع سوامينج تقريبا، صح؟ فضلوا اكيد. هو طبعا تدخل الفار في محل ليش؟ اسمع فيك. نسمع فيك استاذ. معنى تدخل سليم باعتبار ان اللاعب او المهاجم عنده فرصه انه معناها فرصه سانحه لتسجيل هدف. فهنا فيه شروط معينه، شنو هي؟ انه اولا انه هو يكون مستحوذ على الكره. رقم 2 حبيبي وافقني فيها، انا بيكون انه هو دور السداسي اغلبيه المدربين اجانب، وشدنا احنا بدور بندريس وزوران قراءة المباريات تقن المنافس. اليوم احنا هذا هو اللي استطاع ان يعيد قوه الاتحاد بالضبط، وخاصه في ظل ان راهو حمدي بطاو يعني نعرف الفتره وجيزه اللي جي فيها وما عندهاش يملكش التغييرات الكبيره الا العوامل النفسيه وعوامل شن هو من النواحي التوظيفيه او من ناحيته كتكتيك داخل من الملعب. وهذا شاهدناه اليوم، يعني انك انت تغلب منافس بحجم فتح جبال والزخم العدد اللي عنده السواحلي والزخم النجوم اللي عنده، ينحسب اليوم لحمدي بطاو لأنه هو اليوم قدم مستوى. حسام البدري كيف يعود بالأهلي المباراة الجاية؟ شوف اليوم الفرق اللي بتتنافس على البطولة عندها خيار واحد، تربح المباراة المتبقية تربح تاخذ اللقب، فيش حل ثاني. التعامل مع المباراة، كيفية تحضير الفريق،
ويبان الفريق اللي القوي، شخص اللي عنده شخصيه اقوى واللي يعرف يلعب تحت الضغط. الان خلاص متبقي 3 مباريات، الفريق اللي مركز واللي يلعب بدون خوف هو الفريق المرشح ياخذ اللقب. هل الاهلي بنغازي يقدر يعود ولا الهلال يقدر يوصل المسيره؟ هو الهلال في كله اللي اسلوبه وليه استراتيجيته، والاهلي بنغازي مطلوب منه انه يعود للمنافسه ويعود هذا تاريخ، هذا النادي مش سهل، نادي يبني قاعده جماهيريه كبيره، المفروض انه يعود، عنده رياضيين وخاسر فلوس وجايب مدربين وخاش الدوري السداسي ومترشح الاول على مجموعته، المفروض يعود. جماهيرنا لا ترضى بالكلام هذا. كلام الاساتذه مهم جدا، في منافسه بين المدربين في تحديد طريقه اللعب، كل ما تزيد مباراه كل ما تزيد المنافسه اكثر، وكل ما تزيد حرص المدرب على التحضير للمباريات اكثر. في